معقول تكوني لسه بتحتاري في أكل كل يوم وتسأليهم يقولولك أي حاجة؟ معايا بنعمل كل أسبوع منيو الأكلات، سفرة كاملة ل7 أيام، حلو وحادق، علشان ولا تفكري ولا تحتاري، عليكي بس تختاري. كمان كل أول شهر بنعمل معانا منيو أكلات بالورقة والقلم، 30 أكلة ل30 يوم. أهلا بيكم معايا في قناتنا التانية فكرة وطبخ مع إيمي 2. لو أول مرة بتشوفيني هتمنى منك تعمليلي لايك للفيديو واشتراك للقناة علشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش تفعلي الجرس. منيو النهاردة سريع، أكلاته متنوعة، مناسب جدا للمدارس، ولو انتي بتشتغلي كل حاجة هتكون جاهزة عندك من قبلها. هنشرح شرح سريع للوصفات، وكل الوصفات دي عملناها مع بعض على قناتنا الأساسية فكرة وطبخ مع إيمي. هسيبلك كل لينكات الفيديوهات دي في صندوق الوصف تحت الفيديو علشان لو عايزة توصلي لأي وصفة بكل سهولة. نبدأ معانا بأول أكلة في الأسبوع، وزي ما انتوا شايفين حاجة تحفة، فراخ مشوية كده على شوية مكرونة بدون فرن وبدون سلق للمكرونة ولا سلق للفراخ، وفي كله في حلة واحدة، سهلة وسريعة وبسيطة جدا. بجيب ووك أو حلة معايا على النار، مقطع فيها حباية كده من البصل، فصين من الثوم، هقلبهم مع زبدة وسمنة، وابدا ان انا اشوح فيهم الفراخ كويس. والفراخ بقى اديلها رشه ملح، فلفل اسود، حطي التوابل اللي انت تحبيها، زوديها بالميه المغليه وعصير الطماطم لغايه ما الفراخ دي تستوي. بعد ما تستوي طلعيها على جنب، وظبطي الطماطم والصلصه كده، وانزلي بالمكرونه من الكيس على طول بدون سلق. لما المكرونه تستوي بقى خلاص هتكون جاهزه معاكي. في نفس الوقت تكوني حمرتي الفراخ في طاسه كده جانبيه بحته زبده كده، هتكون رهيبه. حطي الاتنين على بعض وتتاكل وهي سخنة، أكلة سهلة وسريعة وحلوة جدا جدا. أما اليوم التاني مش هتصدقي جمال الصينية بتاعتنا، بسمكية واحدة هتعملي أكل للبيت كله، طاجن أو صينية كده في منتهى الطعامة. جبت معايا سمكية من المكاريل، نضفتها كويس وغسلتها، وفتحت البطن بتاعتها نضفتها كويس جدا. بدأت ان انا اقطعها لطرنشات او شرايح كده السمك بتاعها متوسط. حباية بقى من البطاطس، وابدأي ان انتي حطي عليها شوية شبت، بصل، طماطم، فلفل، مع معلقة من التتبيلة اللي تبلنا بيها السمك، اللي هي توم وليمون وكزبرة وكمون وملح ورشة فلفل اسود. ودعاكي البطاطس مع الخضار مع التوابل وتتبيلة التوم دي. حطي بقى البطاطس والخضار ده كله في طاجن او في صينيه، وحطي عليه حلقات السمك اللي انتي متبلاها، وعلى الوش كده كام قطعه زبده، هي سر الصينيه دي، كام قطعه زبده، ودخلي كل ده الفرن. ويا سلام على الجمال والطعم والريحه، مش قادره اوصف لكم. البطاطس بالنسبه لي احلى من السمك مليون مره، والسمك خطير كده ومشوي بالزبده بجد تحفه جدا. طبعا اعمليها باي نوع سمك انتي حباه، مع شويه رز ابيض، مش محتاجه اي حاجه تانية جنبها الاكله دي. بتاخدي كده من الخضار والبطاطس والحاجات اللي تحت السمك دي، بجد رهيبة. شايفين الجمال اللي في الفرن في الكيس الحراري ده؟ ايوه زي ما انتي شايفة بالظبط كده، هو محشي مشكل، عملناه في الكيس الحراري، سهل وسريع وبدون تسبيك، واخد طعم المتسبك، وخلطة في منتهى الجمال. ولا التسوية بقى، هيطلع معاكي زبدة ومحشي كده مشوي وحاجة رهيبة. حضرنا خلطة المحشي بتاعتنا اللي هي ولا مسبكة ولا ني في ني. حطيت البصل مع الثوم مع الفلفل، فرمتهم في الكبة وتبلتهم بقى بالتوابل بتاعتي، الملح والفلفل والكمون والكزبرة ورشة القرفة وتوابل اللحمة أو ال7 بهارات. حطيت عليهم الخضرة المشكلة، بعد كده الرز، ونزلت عليهم بالطماطم اللي متسبكة كويس قوي على النار، وكمان معاها معلقة زبدة وشوية من الزيت. قلبت الخلطة، بدأت ان انا احشي الخضار الحلو بتاعي ده، بتنجان وفلفل وكوسة. جبت بقى الكيس الحراري، حطيت فيه الخضار اللي انا حشيته، وبتحشي اي خضار عندك 3/4 كده، وبتسيبي الربع فاضي علشان لما الرز يستوي يطلع معاكي لغاية الوش. حطيت الخضار في الكيس، وحطيت كمان حوالي كوباية كده من الشوربة او اقل شوية، ومدوبة فيها معلقة من الصلصة عشان تديني اللون الحلو ده، ورشة ملح وفلفل. دخلي كل ده على فرن سخن على الشبكة كده على الرف الأوسط لمدة ساعة، ساعة و10 دقايق، هيطلع معاكي خطير. افتحي الكيس كده في الآخر وسيبيه تحت الشواية ياخد لسعة كده بسيطة من فوق، ويا سلام على الجمال، تحفة جدا جدا. اليوم اللي بعمل فيه محشي مشكل كده أحيانا بعمله من غير لحوم، تبقى أكلة يعني مش هقولك اقتصادية، بس هقولك بدون لحوم. يوم كده في الأسبوع نفصل بيه. أي شوربة بقى عندك في الفريزر اعملي لهم جنبها شوية شوربة لسان عصفور، اعملي شوربة خضار، أي حاجة هتكون تحفة. والشتا جاي والأكلات دي بتكون حلوة جدا جدا في الشتاء،
مش لازم ان احنا نحط اللحمة والفراخ او بانيه او مفروم معانا في الايام، ممكن يوم يكون بدون اي لحوم اطلاقا. ما تيجوا نشوف تشويحة ايمي كده زي ما انتوا سميتوها، حاجة تحفة، اختراع كده رهيب جدا. عملناه مع بعض قبل كده بالبطاطس وبدون بطاطس، عملناه تشويحة كده في العيد الكبير، كانت رهيبة. تشويحة كفتة كده بالخضار يا جماعة، حاجة خيال بجد ما تتوصفش. جبت الكفتة الكمية دي كلها بنص كيلو من اللحمة المفرومة. حطيت معايا في الكبة حباية من البصل متوسطة، ربع كوباية من البقدونس، نص حباية من الفلفل الأحمر الرومي، حباية صغيرة من الفلفل الأخضر، فصين من الثوم. فرمتهم مع بعض وبدأت إن أنا أحطهم على نص كيلو من اللحمة. حطيت بقى ملح، فلفل أسود، توابل لحمة، رشة قرفة. وهبدأ إن أنا أحط معايا كمان معلقتين كده من البقسماط، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هصبع الكفتة بقى، يعني هعجنها الأول وببدأ إن أنا أصبعها وأكورها شبه الكرات كده الصغيرة اللي انتوا شايفينها، وبططها في طاسة. ابدأ ان انا اديلها تشويحة كده بحتة زبدة، تشويحة من الجنبين، وطلعيها على جنب. في نفس الطاسة ابدأ ان انت تنزلي معاكي ببصل وفلفل وطماطم، مكعبات بطاطس، حط لها ملح وفلفل اسود، رشة كمون. هدي عليها النار وغطيها لما البطاطس كده تقرب تستوي بالبخار. ابدأ ان انت تنزلي عليها الكفتة دي، وسيبي بقى الكفتة تستوي وتاخد من طعم الحاجات دي كلها، والبطاطس تاخد كمان الطعم بتاع الكفتة. ويا سلام على الجمال، أكلة خيال وتحفة ومشبعة، فيها كل حاجة انتي محتاجاها. جنبها بقى شوية رز بشعرية كده، غمسيها بالعيش، بجد تحفة جدا. وزي ما انتوا شايفين الكمية بتاعتها ما شاء الله تأكل عيلة كاملة. وحطي الخضار زي ما انتي حابة. طب تعالوا شوفوا الأكلة اللي جاية دي، أنا بعشقها، خطيرة جدا. هاتي صدر فرخة اللي هو الربع بس كده بتاع الفرخة، نص الصدر، وابدأي ان انتي فروميه عندك في الكبة وخليه على جنب. وتعالي نعمل بيه كفتة رز رهيبة أحلى من اللحمة بكتير. هبدأ ان انا احط معايا في الكبة حباية من البصل، فصين من الثوم، نص ربطة كده من البقدونس والكزبرة والشبت من كل واحدة. هضرب كله مع بعض وابدأ ان انا احطهم على الفراخ اللي انا فرمتها. ومعايا الرز بقى اللي هو اللي مطحون، هبدأ ان انا ازوده شوية بشوية لغاية ما العجينة تتماسك كده مني ويبقى قوامها زي القوام بتاع كفتة الرز. احط عليها التوابل، ملح وفلفل اسود وكمون وتوابل فراخ بقى او توابل مشكله. حطي كمان رشه قرفه هتديكي تست عالي جدا. ابدأي حطي على ايدك شويه من الزيت، صبعي الكفته وحمريها. وكوني بقى مجهزه عندك الصلصه الحلوه بتاعه الكفته، فصين من الثوم انزلي عليهم بعد ما يتشوحوا بعصير الطماطم، ملح، فلفل اسود، كمون. بعد كده ابدأي ان انت هاتي الكفته دي على طول من الزيت كده على الطاسه اللي فيها الصلصه، وحضري معاكي شويه رز بشعريه. حمري بقى شويه من الكفته وشويه في الصلصه، وزي ما انتم شايفين الكميه ما شاء الله بربع الفرخه، طعمها رهيب، هشه جدا واسفنجيه كده من جوه، وطعمها حلو جدا جدا. بجد احلى من كفته اللحمه بمراحل، طعمها حلو وبجد اقتصاديه. اعمليها وفرزيها في الفريزر وطلعي منها كده على التحمير على طول، هتكون بجد ممتازه معاكي. شوية رز بشعرية بقى حطي من الصلصة مع الكفتة ودوقي الجمال. أكلات كده شتوية، الجو بدأ يشتي كده وهنخش في جو الطواجن والأكلات اللي تفتح النفس. أكلة حلوة وسريعة، تعالي كمان نعمل لها تحلية حلوة وسريعة. كانوا عايزين قدرة قادر بقى، تعالوا في 5 دقايق كده هتكوني محضراها وضامنة وواثقة من النتيجة بتاعتها مليون مرة. هاتي قالب بتاع الكيكة اللي هو المفتوح من النص أو أي صينية متوفرة عندك، وهاتي كيسين من الكريم كراميل، وهاتي الصوص اللي بيبقى في الكيس ده وابدأي ان انتي حطيه في الصينية. بعد كده حضري الكريم كراميل بالطريقة العادية جدا اللي مكتوبة على العبوة، وابدأي ان انتي حطي الكيسين بعد ما تعمليهم على النار على الصينية، في الصينية على الصوص اللي احنا حطيناه في الصينية. وحضري معاكي كيكة بمقادير بسيطة جدا جدا. بعد ما تحضري الكيكة على طول حطيها على الكريم كراميل اللي انتي عاملاه. هاتي بقى صينية وفيها مية سخنة، حطي فيها الصينية التانية زي حمام مية كده، ودخلي كل ده الفرن لغاية ما تستوي معاكي. واختبري الكيكة من فوق كده بخلة أسنان، طلعيها سيبيها تبرد على الرخامة، دخليها التلاجة 3-4 ساعات. بعد كده طلعيها حطيها على حمام مية سخن بس الكريم كراميل من تحت يفك شوية، وابدأي ان انتي قلبيها في الطبق وبألف هنا. تحفة وسهلة وسريعة ونتيجتها مضمونة مليون في المية. ويلا بينا على أكلة تانية في الأسبوع بدون لحوم وطعمها لذيذ ومغذية جدا. بشوية دقيق عندك في البيت وبطاطس هنعمل لهم أحلى غدا. عملنا قبل كده حواوشي البطاطس، النهاردة هنعمل فطاير كده بالبطاطس، حاجة رهيبة يا جماعة بجد ما تتوصفش. هنعمل عجينة بسيطة جدا مكونة من دقيق ومية وخميرة. لما ترتاح منك ابدأي ان انتي فرديها وحضري معاكي حشوة بطاطس كده.
بطاطس بيوريه بنعمها جدا بعد ما نسلقها. حطي عليها ملح وفلفل اسود، رشة كمون، حابة تحطي عليها شبت، بقدونس، زي ما انتي حابة. حطي جبنة موتزاريلا، زودي شوية لحمة متعصجة اللي متوفر عندك. انا عملتها بالبطاطس بس. وابدأي ان انتي احشي الكرات بتاعتك دي وافرديها، وعلى طاسة كده في حتة زبدة، وابدأي ان انتي سويها من الجنبين. بتتنفخ وبتكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تحفة جدا. قدميها كده مع طحينة، مع شوية سلطة خضراء متقطعة حلقات، مع تومية، اي حاجة انت حابة تعمليها. بجد غدا لذيذ فوق ما تتخيلي ومشبع. ممكن تعمليها للمدارس، ممكن كمان تعمليها للعشاء. جربوها، متأكدة ان هي تعجبكم جدا جدا. وندخل على اخر يوم في الاسبوع، شوية اجنحة كده وتعالي نعملها لهم فراخ كنتاكي في البيت بطريقة حلوة وبسيطة. اعملي جنبها شوية مكرونة، رز، ريز، وبطاطس محمرة وكاتشب. اكلة حلوة ولذيذة جدا. بنتبلها بقى بالتتبيلة الحلوة بتاعتنا بالحليب والتوابل. هتلاقوا كل الوصفات دي زي ما قلت لكم، اللينك بتاعها في صندوق الوصف تحت الفيديو علشان توصلي لها بكل سهولة. عملنا الأجنحة بدون سلق وبجد تحفة جدا. تتبيلتها حلوة، التسوية كمان بتاعتها مظبوطة، والكفر الخارجي ده خطير. شوفوا الفيديو بتاعها علشان تاخدوا التوابل والتتبيلة كده بالطريقة المظبوطة. أتمنى المنيو إن شاء الله النهاردة يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك للقناة، وانتظروني في فيديو جديد ووصفات جديدة. مع السلامة.